المشاهدين، نحن الآن نرافق قطاعات الفرقة التاسعة والتي ستقوم بعملية سحب الحفارة التي يستخدمها داعش الإرهابي لحفر الأنفاق، والتي يتنقل من خلالها من مكان إلى آخر، وستكون عملية سحب الحفارة بهذه الماكينة العملاقة والتي تدعى هرقل في الجيش العراقي. تعالوا معنا في هذه الجولة. سيادة العميد، حدثنا عن طبيعة هاي الحفارة اللي يستخدمها داعش لحفر الأنفاق. هاي الحفارة اللي يستخدمها داعش لحفر الأنفاق مالته، واحنا شفنا مكانات الأنفاق توصل لمسافة 10 كيلوات أو أكثر من 10 كيلوات. فالسبب هو هذه الحفارة اللي تحفر هاي الأنفاق مالتهم. عن طريق الصدفة البارحة لقيناها، واليوم هسه راح نشوفكم شلون طريقة رفعها من هذا المكان. هاي الحفارة اللي يستخدمها الجرذان. أحبتي المشاهدين، نلتقي الآن مع أحد أبطال الفرقة التاسعة والذي يقوم الآن بعملية سحب الحفارة. كيف ستقوم بسحب هذه الحفارة؟ نعم، راح ندخل لها من هذا الباب، نرفع السقف إن شاء الله، ونحاول نرفعها رفع، لأن هي وزنها احنا ما نعرفه تقريبا ب 12 طن 13 طن، بس نلقى الأرضية الصلبة حتى نوقف الهرقل ونرفعها إن شاء الله. مشاهدينا، الآن دخلت الناقلة هرقل إلى هذا الفرع الضيق، وسوف يقوم سائق هذه الناقلة بالتعاون مع زملائه المقاتلين بربط الحفارة وسحبها من هذا النفق. تمت عملية إخراج هذه الحفارة الضخمة من قبل أبطال الفرقة التاسعة بنجاح، بعدما تم إزالة كل العوائق التي كانت تعيق إخراج هذه الحفارة. المراسل الحربي لوزارة الدفاع من محافظة الموصل، أيوب الصافي.